السلام عليكم. النهاردة هنعمل وصفة حلوة جدا، هنعمل خلية النحل. هنعملها زي ما قال الكتاب بالظبط، طرية جدا وطعمها تحفة. نبدأ على بركة الله ونشوف عملناها ازاي. انا كنت بعمل زبدة، فبعد ما طلعت الزبدة فضل لي الخض بتاع الزبدة اللي هي بخرجات الزبدة، المية اللي بتفضل بعد ما بناخد الزبدة. المية دي بقى كلها حاجات مهمة جدا وبتخلي العجين في حتة تانية خالص. كمان الزبدة اللي فيها قطع من الزبدة بتبقى لسه باقية، دي بتخلي العجينة هشة وحلوة قوي. عندي كمية الخض دي هاخد منها كوبايتين وربع، والباقي هشيله في كيس بلاستيك في الفريزر نستخدمه مرة تانية. هضيف على الكمية اللي انا خدتها دي معلقة كبيرة من الخميرة واتنين من السكر واقلب. عندي كيلو دقيق هضيفه بالتدريج، بس لازم ننخله عشان ندخل فيه هواء. هضيف معلقة صغيرة من الملح وهقلب. هضيف باقي كمية الدقيق، وهضيف معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر هننخلها برضو. وهقلب بقى كل المكونات دي، وبعد كده هبتدي اعجن بايدي. انا عايزه العجينه دي تكون فلافلي كده وجميله. هضيف حوالي حجم بيضه من الزبده اللي احنا عملناها. ان شاء الله هسيب لكم في صندوق الوصف الفيديو بتاع الزبده كامل. العجينه دي ميزتها طريه وما بتلزقش، شايفين الطراوه بتاعتها. هغطيها بكيس بلاستيك واسيبها لما تخمر. ده شكلها بعد ما خمرت. هقطعها كور صغيره، طبعا متروك لحضراتكم حسب الحجم اللي انتوا عايزينه. طبعا بالنسبه للحشوه كل واحد يعمل الحشوه اللي هو بيفضلها. تعمليها نوتيلا ماشي، جبنه موتزاريلا، جبنه نستون، اللي انتوا تحبوه. انا حشيتها جبنه اللي هي التركي العاديه دي. ضفت عليها بس شويه من زيت الزيتون وقلبتهم في بعض كويس. هجيب صينيه فرن احط فيها ورقه زبده، وهبتدي اخد الكور دي، هفرد الكوره على كف ايدي واحط فيها الحشوه واقفلها تاني. سهله جدا في التشكيل، ما خدتش مننا اي وقت خالص. وانا شغاله ريحه الزبده طالعه كده ما شاء الله، من قبل ما نولع فرن ولا اي حاجه، وانا لسه بعمل في العجينه. ريحتها حلوه قوي. كده خلصنا اول صينيه. وادي تاني صينيه. بعد ما خلصنا فاض معايا شويه من العجين، عملتهم عيش فينو كده ميني صغير. ان شاء الله نبقى نعمل لكم فيديو كامل بيه، بس طلع بصراحه طعمه حلو قوي وشكله جميل جدا. بنفرده فرده عادي كده خالص ونلفها زي رول، نقفل الحرف بتاعها ونلفها زي الرول، وبعدين نقفلها بالشكل ده. شايفين؟ ما خدتش وقت خالص، 3 4 وحدات كده طلعوا اللي فاضوا في الاخر. هسيب العجينه تستريح نص ساعه. بعد كده هجهز خليط لدهن الوش عباره عن لبن وصفار بيض، وهبتدي ادهن وش الكرات بعد ما سيبناها استريحت نص ساعه. في الوقت ده انا مولعه الفرن وسايباه يسخن. درجه حراره الفرن ما تقلش عن 180 وما تزيدش عن 200، وتسيب الفرن يسخن لمده 10 دقايق. بعد كده هرش على الوش شويه من السمسم، وده طبعا اختياري. وادي الصينيه التانية، وادي شويه الفينو اللي احنا عملناهم، بواقي العجين اللي فضلت، وبرضو دهناهم بالبيض واللبن، ورشينا عليهم شويه من السمسم. دخلنا خلية النحل في الفرن، طلعت معانا بالشكل الجميل ده. هدهنها دهنة خفيفة من الزبدة، امشي عليها قطعة من الزبدة كده عشان تديها لمعة حلوة. وكمان هدهنها دهنة من العسل
أو المربى ده اختياري. وادي الصينية التانية هندهنها برضو بالزبدة. شايفين عاملة ازاي؟ زي السفنج بالظبط. تضغطي عليها تبص لها ارتفعت تاني. وادي بقى المفاجأة، شوية الفينو اللي احنا عملناهم. هناخد واحد من الفينو ده نفتحه نعمله سندوتش. شايفين الطراوة بتاعته؟ ومن جوه قلبه فاضي جدا. طبعا مش كل الناس هيكون متوفر عندها الخض بتاع الزبدة. لو مش موجود عندك هتستخدمي نص كوباية من الزبدة وكوبايتين من اللبن وتعجني بيهم، هيوصلك لنفس النتيجة. أتمنى إن فيديو النهاردة يكون عجبكم، وأتمنى إن انتوا تجربوا الوصفة دي. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير، وإلى اللقاء في وصفات أخرى قادمة. سلام عليكم.